عبد الله السعيد واللي طلع امبارح مع ابراهيم فايق، وكالعاده لازم طالما طلع عبد الله السعيد فعبد الله السعيد يكون في الترند، ولازم عبد الله السعيد يستغل الموقف ده علشان يقول كلام معسول لجماهير الزمالك، ويتكلم كلام عن جماهير النادي الاهلي، ويتكلم ان جماهير الزمالك هي الحب وهي العشق وهي كذا وكذا وكذا. وبالفعل جماهير الزمالك جماهير كبيره وبتعشق اللعيبه بتاعتها زيها زي لعيب النادي الاهلي، ولكن اعتراضي هنا في بعض النقط اللي بتدل على حقائق مغلوطه لازم نفهمها لكل الناس. طبعا ما انساش اوصيك لو لسه ناسي تشترك في القناه، احب ان انت تشترك عشان تتابع كل جديد من ريمو وسيمو، وعايز اللايك الجميله بتاعتك، وهات لي كده كوبايه شاي عشان اكلمك على الكلام اللي قاله عبد الله السعيد، واللي انا شايفه مش اكتر من كلام شو يا عزيزي. عبد الله السعيد اللي بيتكلم وبيقول انا زعلت جدا من النادي الاهلي لان انا حسيت ان النادي الاهلي بما معناه رماني وبقى مش عايزني سواء في المره الاولى او في المره الثانيه. ستوب، اقف، تعال نتكلم في النقطه دي. ده معناه ان انت يا عبد الله يا سعيد ما كنتش في نادي الزمالك او ما وقعتش في نادي الزمالك لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه حبا في الزمالك وسواد عيون جماهير الزمالك. لا، انت كل القصه ان انت حصل خلاف معاك مع مجلس إدارة النادي الأهلي على رقم بقى، على ماديات، على حاجة تانية، فالنادي الأهلي قال لك أنت مش هتجدد يا عبد الله يا سعيد. ولكن كان ما زالت المفاوضات موجودة ما بينك وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي. نيجي في النقطة التانية، واللي انت طلعت وقلت حسيت في المرة التانية لما رجعت في النادي الأهلي ان النادي الأهلي عرضني للبيع، يعني حتى في المرة التانية النادي الأهلي ما كانش عايزك، وده معناه لو النادي الأهلي كان فاتح لك أبوابه ما كنتش مضيت في الزمالك لا في المرة الأولى ولا في المرة التانية. تعال بقى نرجع، انت زعلان على طريقة خروجك من النادي الأهلي. طب تعال نتكلم بعقل كده عن طريقة خروج عبد الله السعيد من النادي الأهلي. عبد الله السعيد بقاله 6 سنين خارج من النادي الاهلي وما زالت مأثره في نفسيته وتعباه. ده معناها تأثير خروج اي لاعب من النادي الاهلي بيكون ايه؟ مش كده وبس، ده عبد الله السعيد اصلا واللي اتكلم في البدايه. هو انت يا عبد الله السعيد رحت لمجلس اداره النادي الاهلي في المره الاولانيه قلت لهم انا وقعت لنادي الزمالك، ولا انت كنت بتتكلم مع مجلس اداره النادي الاهلي وبتقول له انا هجدد انا مش هجدد، بتقول رقم وهو بيختلف معاك في رقم؟ الناس قالت لك ساعتها هو انت وقعت في مكان تاني؟ قلت لهم لا انا ما وقعتش في اي مكان، انا هلعب للنادي الاهلي، عشان يتفاجئوا بعد كده طبعا بالمستشار مرتضى منصور وهو طالع وبيقول انا عملت صفقه القرن، وبيبين عقد عبد الله السعيد عشان يقول انا ضحكت على النادي الاهلي. فما كان من النادي الاهلي ان انت تعاملت معاه بطريقه كان فيها ضحك بالمعنى البلدي كده، عايز مثلا يقول لك عايز تضربه على قفاه، طريقه فيها ضحك على النادي. فالنادي طبعا كرامه النادي الاهلي، وكلنا عارفين ان النادي الاهلي اي حد بيجي على كرامته وعلى كرامه مجلس ادارته وعلى كرامه جمهوره ما بيرجعش تاني او بيبقى بلا رجعه. وكلنا شفنا على فكره لعيبه كتير من التراث دون، يعني كلنا شفنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم وي اكبر يعني ناس ادت في الملعب اكتر من عبد الله السعيد وحصل معاها نفس المواقف. فانت النهارده زعلان ليه من ان انت بما معناه ضحكت على مجلس اداره النادي الاهلي وان انت قلت لهم لا انا ما مضيتش وطلعت موقع في الزمالك؟ طب انت ليه لما رجعت وقالوا لك لا خلاص احنا هنعرضك للبيع ومش عايزينك يا عبد الله يا سعيد زعلت؟ هي بتاثر في نفسيتك، هي ليك انت كويسه وللنادي الاهلي مش كويسه. فدي كان كلام كان لازم نقوله على عبد الله السعيد، مع احترامي الكامل للاعب عبد الله السعيد، لاعب كبير، لاعب محترم، لاعب بيؤدي في الملعب، لاعب عمل تاريخ مع نادي الاهلي. لو عدينا تاريخه مع النادي الاهلي ما عملش نص في المية لسه لحد دلوقتي منه مع نادي الزمالك. بس لازم نوضح الحقيقه للناس عشان يعرفوا ان الكوره احتراف. الكوره يا جماعه مش مجرد تطلع في حديث صحفي او تطلع في كلام وتقول كلام نتكلم بيه على الجمهور او عايزين الجمهور نصدقه او عارفين ان الجمهور عاطفته بسيطه فنطلع نتكلم اي كلام للجمهور. كان لازم نوضح، وكلمه حق اللي قاله عبد الله السعيد وجهه نظرنا فيه. من عبد الله السعيد لصالح جمعة هو نفس الكلام ونفس الاسطوانة. هو انا اخترت الزمالك، انا زملكاوي من صغري، انا بحب الزمالك، انا ما فيش غير في الزمالك، انا ما تكلمونيش اي حاجة، الاهلي لا انا رفضته. الكلام كل الكلام بهذا الكلام. يعني يا كابتن صالح يا جمعة، انت كابتن محترم ولاعب كرة كويس وكل حاجة، او للأسف كنت كويس. هو يعني لعبت 6 مواسم في النادي الاهلي ما حققتش اي شيء يذكر، وكان عبد الله جمعه اخوك
بيلعب في نادي الزمالك واتحايل عليك ياما لما كنت فيك الرمق معلش ولسه بتلعب كوره ومرضتش تيجي، وكنت متمسك بالنادي الاهلي لمده 6 مواسم، وفي الاخر مشاك النادي الاهلي. برضو نفس الحكايه ونفس الروايه. النادي الاهلي هو اللي مشى كل اللعيبه دي، ورحت نادي الكرخ ولا الكرخ ولا نادي في العراق واتعمل عليك وضربت الحكم هناك ولا معرفش تفيت عليه ولا ايه، وخدت عقوبه 25 مليون دينار عراقي، ما يعادل تقريبا مليون مصري، واتوقفت 6 شهور، وتقريبا ده في المباراه اللي كنت بتلعبوها قدام النجف واتهزمتوا 3-2. ولا فاكر الكلام ده ولا ايه؟ ولا احنا بنقول كلام غلط؟ يا كابتن صالح، وتقريبا على مشارف ان انت بتبطل كوره. الزمالك ايه يا حضرتك؟ الزمالك ايه اللي حضرتك هتيجي تنورنا وتشرفنا فيه؟ هو احنا يعني بنلم كل المخلصين كوره؟ مع احترامنا لاي حد، مش ممكن اي حد بيختار من الاسماء دي نادي الزمالك، لانه نادي كبير ونادي محترم ونادي بطولات وله جمهور كبير، فعايز يلعب في نادي جمهور. مفيش الاهلي مديله ظهره من زمان وخلاص خلص. اذا كان وانت بتلعب خلاص خلص الامر. دلوقتي هيجي النادي الاهلي. هل في عروض على الكابتن صالح جمعه من الاهلي مثلا؟ هل سمعنا عنها؟ ونفس الكلام بالنسبه للحلقه، قعدنا نقول الكلام ده، طلع عبد الله السعيد مع ابراهيم وقال كل اللي احنا كنا بنقوله. الاهلي مشاه في الاول والاهلي مشاه في الاخر. معلش هي دي الحقيقه. هو لو النادي الاهلي كان طالب وعامل عقد لعبد الله السعيد وقال له تعالى كان هيجي الزمالك؟ ما نصارح نفسنا بالحقيقه يا جماعه. هو احنا ليه بنزعل من الحقيقه؟ هو ليه اي حد يقول لكم الحقيقه يبقى متزملك وعميل وبيقبيض وما اعرفش مش فاهم. ما الحقيقه واضحه زي الشمس، بس نشغل عقلنا. النهارده في زملكاوي ممكن يكون عاوز لعيب زي صالح جمعه، اهو بيقول انا في الزمالك، بيدغدغ مشاعر جمهور الزمالك، عارف انه عاطفي ويمكن يقولوا عليه بقى ده زملكاوي وبتاع. ياما اخوك اتحايل عليك علشان تيجي، والوقتها لو كنت جيت كنت ممكن نستفيد منك وكنت ممكن تأدي في الملعب وكنا محتاجينك. لكن ليه اللي بيدينا ظهره ولما يخلص خالص نيجي نقول له اهلا وسهلا؟ مع احترامنا لعبد الله جمعه، ده اللي حصل من وجهه نظرنا، مش هنغيرها. ده اللي حصل. لعيب بيخلص كرة وجاي ينهي مسيرته في نادي جماهيري بدل ما يروح يلعب في الاتحاد السكندري مثلا. مع احترامنا طبعا، انديه جماهيريه وكل حاجه، بس في فرق ما بين الزمالك وبين الانديه دي. بدل ما ينهي حياته في المصري او في ده، اذا اصلا كمان كانوا يعني تعاقدوا معاه بالمبالغ الكبيره اللي هو طالبها. ما هو مش كمان ده طالب مبالغ. فيا ريت يبقى فيه في التعاقدات بتاعتنا اعمال لصوت العقل شويه. يا ريت نبعد شويه عن موضوع المكايدات. مش اي حد كان في الاهلي ولا مشي من قدام بوابه النادي الاهلي لازم نخطفه ونجيبه ونقول عليه ده احنا خدنا من الاهلي. يا ريت نبطل الحركات دي والاساليب دي. ضرتنا جدا ولسه هتضرنا لو هنفشي في نفس المشوار.